واسمك لو ما بيها ما تحلى اللطمية، واسمك لو ما بيها ما تحلى اللطمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدام على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. طبعا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي هي طبعا أول مرة نأتي إلى ضريح السيدة شريفة عليه السلام كهيئة عزاء مجموعة من الشباب من مدينة بغداد، مدينة شعلة الصدرين. صراحة فرحة مع حزن، فرحة بمجيئنا إلى هذا المزار الطاهر الشريف المبارك، وحزن عندما قمنا العزاء واستذكرنا الشهداء الذين سقطوا في التفجيرات الأخيرة الدامية. ونشكر كل من يخدم في هذه العتبة على الترحاب والضيافة التي قاموا بها، وشكرا لجميع العاملين في مزار السيدة شريفة عليه السلام، ونسأل الله أن يوفقهم جميعا ويوفقنا معهم لخدمة السيدة شريفة ولخدمة محمد وآل محمد. والله يحضرني إلى أبي الفضل العباس إن شاء الله، وإلى زينب عليه السلام. يا زينب واجب ومو مستحب ذكراك، يا زينب واجب ومو مستحب ذكراك، قربة وطاعة ذكرنش لوجه الرب، وإذا حانت صلاة توضى ليها بماي، وباسم عباس لك أتوضى يا زينب، ومثل غيرة كفيلك ماكو عد الناس، ماكو عد الناس صفت قصة ويسولف عنها عاشورة. وطن اسم الشرف يا زينب العباس، نعم والغيرة صارت بيه دستورة، رسمتك صورة وحدك صرت بين جيوش، رغم ما راسمك بالصورة مستورة. قلت عباس وين يشوف زينب هاي، وجن كفين اخوك وغطن الصورة، وجن كفين اخوك وغطن الصورة. هيئة بقية الله عجل الله تعالى فرجه من بغداد من مدينة شعلة الصدرين.